بيحصل انفجار في احد مباني المدينه، وعلى طول بنشوف ولد طالع من بوابه سحريه بيكون باين عليه التعب الشديد، وفجاه بيخرج قدامه وحش غريب، وعلى طول بيتحول الولد ده المخلوق وبيهجم على الوحش وبيخلص عليه. بينتقل بينا المشهد بعد كده وبنشوف بطلنا يوشي ماسك التابلت بتاعه بيتفرج على نفسه في الفيديو وهو لابس زي القتال لما كان بيهاجم الوحش الغريب ده. نفس الشخص اللي شفناه في القتال من دقيقه هو نفس الشخص اللي قاعد قدامنا بيتفرج على الفيديو لما كان لوجيتكس زمان. المهم في اللحظه دي بتدخل عليه اخته اللي اسمها شوري وبتقول له يلا علشان نفطر، ولكن بتلمح شوري اخوها بيسمع حاجه على التابلت، بس صاحبنا قوي لما بيشوفها بيحط التابلت ورا ظهره. المهم فضلت شوري تزن عليه علشان يقول لها بس مفيش فايده وما بيرضاش يقول لها اي حاجه، وشكل الموضوع كده مليان اسرار يا صديقي. فتعالى اوضح لك شويه حاجات هنحتاجها علشان نفهم الاحداث كويس مع بعض. في يوم من الايام تم اكتشاف مفهوم اللوجيك واللي افكاره بتتجاوز كل حاجه زي العواطف والذكريات وحتى القدرات، ونتيجه لكده معظم الناس على مستوى العالم على درايه بوجود الاسياد من عوالم اخرى للوجيك، وبكده بقى في حرب بتهدد بقاء هذه العوالم. المشكله يا صديقي ان الحرب دي ممكن تبدا في اي لحظه حرفيا. نرجع بقى لبطلنا يوشي واللي بيقعد يفطر مع ابوه واخته، وقت ما هم بيفطروا بيسمعوا صفارات الانذار، وعلى طول المذاعه في الاخبار بتؤمر باخلاء المنازل لان مستوى البارادوكس هو 3.7. ولازم تعرف يا صديقي ان كل ما مستوى البارادوكس بيزيد كل ما ده بيدل ان في خطر قريب هيحصل. على طول اول لما بيسمع يوشي الخبر بيبص لابوه واخته وبيقول لهم يلا ننزل تحت الترابيزه بسرعه بدل ما يحصل لنا اي حاجه، ولكن الغريب ان الاثنين بيتعاملوا بهدوء ولا كأن في اي حاجه. لا ومش بس كده كمان دول بيبصوا له باستغراب، فبيسيبهم يوشي وبيدخل هو يلحق نفسه. بتكمل المذيعه كلامها في الوقت ده وبتقول لهم ان في كائن غريب من عالم تاني ظهر في مدينه ناين، فعشان كده بلاش اي حد يقرب من منطقه البارادوكس دي. بتبص شوري لاخوها بتقول له ما بلاش مبالغه يا عم انت، ده حتى مستوى البارادوكس هو 3.7 فالموضوع مش مستاهل يعني. ونفهم من كده يا صديقي ان يوشي باين عليه ان هو لسه متاثر بالماضي بتاعه وافكاره. طب ماضي ايه وافكار ايه؟ قلت لك يا صديقي الموضوع مليان اسرار وهنكتشفها سوا مع بعض. نروح بقى لمنطقه البارادوكس وهناك بنشوف بنت اسمها مانا تعرضت للهجوم من الكائن الغريب ده، وبنشوف صاحبتها تاماكي بتستعمل عصايتها السحريه وبتستعمل قوه فينوس وبتعالج الجروح بتاعتها، وفجاه السما لونها بيتغير وبيظهر الكائن ده للبنتين من تاني واللي شكله بيكون عامل زي الديناصور، وساعتها بتطلع مانا السلاح بتاعها وبتقعد تضرب في الديناصور ده. وفي اللحظه دي بتظهر بنت اسمها كلوي بتستغل الفرصه وبتهجم على الديناصور بالسيف بتاعها وبتستعمل قوه الفالكري وبتقضي عليه بكل سهوله. الغريب يا صديقي ان اول لما الديناصور ده بيتم القضاء عليه على طول بيتحول لراجل وكلب، وشكلهم كده كانوا ضحايا لقوه خارجيه كانت بتتحكم فيهم. بنرجع تاني ليوشي واللي بيخرج مع اخته علشان يشتري هديه لابوها بمناسبه عيد ميلاده. يوشي بيكون متنكر ولابس نضاره وطاقيه على دماغه، ولما اخته بتساله ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا عم الحاج، فبيقول لها احسن علشان لو حد عرفني ساعتها هنكون في مشكله. ووقت ما هما بيتكلموا بيظهر واحد معاه عربيه وبيقابل واحده اسمها يوكاري واللي بتكون مديره لفريق كره القدم النسائيه، بيقول لها ان تم استدعائها بموجب قانون الاتحاد العالمي للدفاع، وبعد كده بياخدها وبيمشي. بنروح لمقر الاتحاد ده وهناك بتظهر الزعيمه بتاعته واللي بيكون اسمها فيرونيكا، وعلى طول بتكلم يوكاري بتقول لها انت انسانه نادره وبيكون عندك قدرات اللوجيكاليست، واي حد عنده القدرات دي فهيكون من الواجب عليه انه يشارك في حفظ السلام في المنطقه، ده باعتبار ان هو هينضم لاعضاء وكاله الشرطه الخاصه واللي اسمها إليكا. في اللحظه دي بتشتغل صفارات الانذار مره تانية، وواضح كده ان في كائن غريب وصل للمنطقه المركزيه، بس المره دي بيكون اقوى بكتير. مستوى البارادوكس بتاعه 7.2، وعلى الجانب التاني بيكون الخبر وصل للمول اللي فيه يوشي واخته وبتقول لهم مذيعه الاخبار ان هم يدوروا على الملاجئ ويبعدوا عن المنطقه المركزيه. فجاه بيظهر الكائن ده في قلب المول وعلى طول الناس كلها بتطلع تجري من المكان. في اللحظه دي بيبص يوشي لاخته وبيقول لها روحي للملجأ وانا هتصرف مع الكائن ده، فشوري بتقول له بس انت دلوقتي مجرد مواطن عادي. فعلى طول بياخد يوشي حجر وبيرميه على الوحش ده وبيطلع يجري والوحش بيكون وراه، بس في اللحظه دي بتظهر بنته وبتمسك ايد يوشي وبيطلعوا يجروا بره المكان. بعدها بتظهر مانا وكلوي وبيقعدوا يضربوا في الوحش، بس الموضوع بيكون صعب عليهم لان الوحش ده اقوى من كل مره. بتروح تاماكي وبتستعمل قوتها وبتقفل البوابه السحريه اللي نزل منها الوحش ده، وبنرجع تاني ليوشي من جديد اللي بيقول للبنت اللي معاه شكلك كده مش بشريه يا حاج انت، فبتقول له ده انت شكلك فاهم بقى وعرفك بنفسي انا اسمي اسنا وجاي مخصوص علشان اقابلك انت يا يوشي. بتكمل كلامها وبتقول له اكيد انت عارف يا يوشي ان اللوجيكاليست هم البشر اللي بيكونوا عايشين معانا وعندهم قدرات خاصه على فهم اللوجيك الخاص بالعوالم التانيه، علشان كده انا عاوز احمي العالم من اسياد الشر وهكون المساعده الخاصه بيك. وما كانتش تقصد كلمه مساعده بالمعنى الحرفي، ده معنى الكلمه دي يا صديقي ان هي بيكون عباره عن اندماج او ترانس مؤقت ما بين اللوجيكاليست والمساعد بتاعه، والاندماج ده بيدي سلاح وقدرات خارقه. فبيقول لها يوشي ان هو ما عندوش قدرات زي دي، فبتقول له ده كان زمان وبتطلع اسنا بطاقه اللوجيك الخاصه بيوشي واللي كان مضيعها من سنين. وبتكمل وبتقول له دلوقتي تقدر تحارب من تاني زي اي حد في فريق اللوجيكاليست. بعد شويه بيظهر الوحش في المدينه من تاني وعلى طول بيروح يوشي واسنا المكان الوحش وبيحصل اندماج لقدراتهم. بيوجه يوشي ضربه قويه جدا للوحش وبيشاور يوشي لكلوي اللي بتستعمل قوتها وبتوجه الضربه قضيه للوحش وبتقضي عليه. بعد كده بيرجع يوشي للبيت وهناك بيتفاجئ لما بيلاقي نفس الشخص اللي استدعى يوكاري قبل كده واقف قدام بيته، وواضح كده ان يوشي هيتم استدعائه هو كمان، وبكده هينضم يوشي لمنظمه الكا بشكل رسمي. ولما بيجي يروح على اوضته بيتفاجئ ان اثينا قاعده فيها. بيبص للمديره فيرونيكا فبتقول له بص يا حاج يوشي احنا هنا
من قوى الروابط اللي ما بيننا، وعشان كده بيكون من الاجباري ان كل عضو والمساعد بتاعه يكونوا مع بعض في نفس الاوضه. بعد كده بنشوف يونسونو ومدير منظمه الكا بيرحب بانضمام يوشي للمنظمه من جديد بعد ما كان عضو فيها فعلا من اكتر من سنتين، وبيقول ليوشي انت هتتعامل كعضو جديد وهتخضع لفتره تجريبيه خلال اليومين دول. وطبعا الكلام ده هيحصل لان مفيش اي حد من بقى اعضاء المنظمه يعرف ان يوشي من زمان هو في المنظمه دي. بعد كده بيظهر واحد من الاعضاء وبيكون اسمه اولجا وبيقول ليوشي كلمتين وبيمشي، والكلمتين دول هو ان يوشي هيتعرض للاذى خلال الفتره التجريبيه. بيروح يوشي لاوضه الاجتماعات علشان يقضي فترته التجريبيه، وهناك بيتفاجئ لما بيلاقي اولجا مش موجود، فعلى طول بيسال الزعيمه بتاعتهم عن اولجا. بس الغريب ان الزعيمه بتقول له ما تجيبش سيره الواد ده قدامي. وبعدها بنشوف نيمسيس مساعده الزعيمه بتبدا في طرح الاسئله على الاعضاء، وبنعرف ان في عالم تترا هيفن كان في حرب استمرت ل 100 سنه تقريبا، واللي خسر المعركه دي هم الشياطين. وعلى طول فتحوا مدخل للاتصال بالعوالم التانية، والمدخل ده بيطلق عليه البوابات، وعشان كده بدأنا نشوف الهجوم اللي بيحصل كل شويه من الكائنات الغريبه دي. وعلشان يتم التحكم في البوابات دي لازم يكون مع اللوجيك ليست بطاقه معينه، وبيكون مهمتهم ان هم ياخدوا البطاقه دي اللي بتكون مع الكائن الغريب علشان يمنعوه من عبور البوابه زي ما كان الاول بيعمل. وبعد ما بينتهي الاختبار بيكون يوشي وتاماكي هم اعلى 2 في الدرجات. بعدها بيتعرف يوشي على بقى اعضاء اللوجيك ليست، وبتستغرب تاماكي قائده اللوجيك ليست دول لما بتلاقي اجمالي وقت الاندماج عند يوشي 2066 ساعه، وده رقم طبعا كبير جدا بالنسبه لواحد لسه مبتدئ، وبتقول له ان شاء الله. المهم بتحصل بعد كده حاجه غريبه لما بيجي يوشي يسالهم امال فين اولجا، مش المفروض يجي ياكل معانا؟ بس مفيش حد من اعضاء الفريق بيرضى يرد عليه. بينتهي بينا المشهد بعد كده لاولجا، واللي بيروح للكائن الغريب الصغير اللي تم احتجازه قبل كده وبيقول له ايه رايك اخرجك من القفص ده؟ والغريب ان اولجا بيقول له ما تقلقش انا مش العدو بتاعك. نرجع بعد كده لاعضاء اللوجيك ليست واللي بيدخلوا المكان متقفل وبيقابلوا كائن افتراضي من اللي هم ماسكينه قبل كده علشان يختبروا قوتهم. بتكون الزعيمه فيرونيكا بتتفرج عليهم من بره، وفي الوقت ده بيدخل اولجا للمكان اللي فيه الزعيمه علشان يشوف اللي بيحصل جوه. بنرجع لكلوي اللي بتنطلق جري ناحيه الكائن علشان تقضي عليه، بس في الاخر الكائن بيضربها وبيوقعها على الارض، وما بيجي خلاص هيدوس على رجليها في اللحظه دي بيظهر يوشي وبيزق الكائن ده بعيد. بعدها بيبص يوشي المنى وبيقول لها جيمي، وعلى طول بتهجم على الكائن وبتقضي عليه، وبكده بيكون انتهى التدريب. بيطلع يوشي وبيتفاجئ لما بيلاقي اولجا واقف جنب الزعيم، فعلى طول يوشي بيقول له طب انت ليه ما شاركتش معانا في التدريب بما انك عضو من اللوجيك ليست؟ فبيقول له اولجا ما فيش سبب ان احضر معاكم التدريب لان خلصته قبل كده. ولما بيجي يوشي يساله طب مين هو المساعد بتاعك وايه المهارات بتاعتك القتاليه، ساعتها صفارات الانذار بتشتغل، بتعلن عن وجود شيطان من الشياطين دي في مدينه الناين الشرقيه، ومستوى البارادوكس بتاعه بيكون 1.1 يعني بيكون اضعف من كل مره. فعشان كده الزعيمه بتقول للاعضاء واحد بس فيكم اللي هيروح، وعلى طول بتختار يوشي للمهمه دي. ساعتها يوشي بيستغرب ليه هو اللي تم اختياره للمهمه دي، فبتقول له الزعيمه ان بقيه الاعضاء بيكونوا لسه تعبانين من مهاجمه الكائن الغريب اللي ظهر اخر مره. في اللحظه دي بيبص يوشي لاولجا وبيكون مستغرب هو ليه اولجا بيتم معاملته معامله خاصه مع انه عضو زيه زينا بالظبط. بعد كده بيروح يوشي لمكان الكائن ده وبيطلب يوشي منه انه يفك الاندماج او الترانس بتاعه يا اما هيقضي عليه، فبيستجيب الكائن ليه في النهايه. على الجانب الثاني عند اولجا واللي بيروح للكائن الصغير وبيقول له يلا جه الوقت، وفي اللحظه دي بيظهر يوشي بيقول لاولجا ايه اللي انت عايز تعمله وهدفك من الحوار ده ايه. في الوقت ده بتيجي اسينا مساعده يوشي وبتقول له سيبك منه مالكش دعوه بيه، على الرغم من ان اولجا بيكون عضو في اللوجيك ليست الا انه لسه ما عندوش مساعد يقدر يعمل معاه الترانس. فبيبص اولجا ليوشي وبيقول له ما تقلقش يا صاحبي هيجي يوم وهيبقى معايا اقوى مساعد هنا. بعدها بيروح يوشي لاوضه الاتصال مع مدير منظمه الكا، وبيتفاجئ لما بيلاقي المدير بيختاره علشان يكون القائد الجديد لاعضاء اللوجيك ليست بدل تاماكي. ساعتها بتظهر ملامح الغضب والاعتراض على تاماكي ده، حتى تاني يوم لما بيحطوا الاكل علشان ياكلوا بتقوم تاماكي من مكانها من غير ما تاكل اي حاجه. فبيبص اولجا ليوشي وبيقول له واضح كده ان تاماكي هيكون من الصعب عليها ان هي تتخلى عن مهمتها كقائده بسهوله. بعد كده بيروح يوشي اوضه الزعيمه وبيقول لها انا عارف ان تاماكي بتكون من اللوجيك ليست من عمر 13 سنه مش كده؟ فبترد الزعيمه عليه وبتقول له تاماكي سابت اسرتها وجت لي هنا لمدينه ناين كجزء من برنامج التعليمي للموهوبين لما كانت في الاعداديه، وواضح انها كانت بتحلم تكون طبيبه متخصصه في علاج المصابين باستخدام قوه البارادوكسيك. بس في يوم من الايام قوه اللوجيك ليست اللي عندها بدات تظهر، ومن يومها تم استدعائها علشان تكون عضو في منظمه الكا، ووقتها ما ظهرتش اي اعتراض، بالعكس دي كانت بتستخدم كل جهدها علشان تنقذ المدينه من اي خطر ممكن يهددها. ومن ساعتها تم اختيارها كاصغر قائده في تاريخ الكا، وسعت انها تكون الافضل في كل شيء من غير ما تقدم اي تنازلات. وبما انك بتهتم بانقاذ حياه البشر يا يوشي فانتوا الاثنين متشابهين بشكل كبير. وقت ما كانوا بيتكلموا بتشتغل صفارات الانذار من جديد، وتم رصد كائنين في مقاطعه ناين الجنوبيه مستوى البارادوكس لكل واحد فيهم هو 4 و4.2. فعلى طول بتدي الزعيمه الاوامر ليوشي ينفذ المهمه دي، وعلى طول بياخد فريقه وبيروحوا بسرعه لمكان الكائنين دول. بيكون اعضاء الفريق متقسمين لمجموعتين، وطبعا ده بيكون باوامر من الزعيمه فيرونيكا. المجموعه الاولى بيكون فيها يوشي وتاماكي، اما المجموعه الثانيه بيكون فيها كلو ومانا. بتبدا معركه قويه جدا على الجانبين، وبتنجح المجموعه الثانيه في انها تتخلص من الكائن اللي بيواجههم. اما يوشي وتاماكي بيكون
بيكون عندهم مشكله، وهي انه ما عندهمش امكانيه للهجوم لان يوشي بتبقى قوته في الدفاع، اما تاماكي فدوره هو بيكون معالجه اللوجيك ليست اللي تعرضوا للاصابات في المعركه بتاعتهم مش اكتر. فعلى طول الزعيمه بتدي الاوامر ليوشي وتاماكي ان هم يتعاونوا مع بعض للقضاء على الكائن ده. في اللحظه دي بتطلع تاماكي السلاح بتاعها بس بتكون متردده، اما يوشي فبيطلع يجري باتجاه الكائن وعاوز يقضي عليه، واول لما بيجي يهجم عليه بيختفي الكائن من المكان وبيهرب. بعدها بيرجع يوشي وتاماكي للزعيمه من تاني، وعلى طول بتلوم تاماكي لانها خلفت اوامرها وما رضتش تهجم على الكائن زي ما هي قالت لها، وبتصرفها سمحت للكائن ان هو يهرب من المكان ده قبل ما يخلصوا عليه. فعلى طول بيرد يوشي على الزعيمه بيقول لها طب ازاي ده، حتى انا قلت لي بنفسك ان تاماكي ممكن تعمل اي حاجه في سبيل ان هي تحمي حياه البشر. فبترد عليه الزعيمه وبتقول له الاحلام مش كفيله الوحيده ان هي تنقذ حياه البشر يا يوشي، وتاماكي عصت اوامري وسمحت للكائن ده انه يهرب مننا. وطبعا انت مش فاهم هي ليه ما رضتش تهجم عليه، وايه علاقه ان هي تهجم عليه بانقاذ حياه البشر. كل الموضوع يا صديقي ان بيبقى في قوه غريبه بتنزل على الارض وبتتحكم في بعض الناس، والقوه دي بتستحوذ عليهم وبتحولهم للكائنات الغريبه دي. فاحنا نفهم من كده ان لو تعرض الكائن ده للهجوم وتم قتله، ففي الحقيقه اللي هيموت هو الشخص اللي تم الاستحواذ عليه مش اي حد تاني. فده بيكون السبب ان تاماكي ما رضتش تهجم على الكائن ده وتخلص عليه، لان هدفها من الاساس هو الحفاظ على حياه الناس مش قتلهم. بعد كده بيرجع يوشي القط وبيكون متضايق من تصرف الزعيمه مع تاماكي، وبعد شويه بيظهر الكائن اللي اختفى من شويه في مكان تاني. فبتسال الزعيمه هي فين كيلو ومانا، فبيكون الرد ان هم لسه ما استرجعوش قوتهم بعد معركتهم الاخيره. بتبص الزعيمه للمساعده بتاعتها نيمسيس وبتقول لها يلا نقضي على الكائن ده، اما انت يا يوشي فهتيجي معانا علشان تساعدنا. بيوصل يوشي والزعيمه لمكان الكائن ده بعد ما كل واحد فيهم عمل الترانس مع المساعد بتاعه، وعلى طول بترمي الزعيمه حاجات زي القنابل كده على الكائن ده. وفي الوقت ده بيكون يوشي منبهر من قوه الزعيمه. وعلى الجانب التاني بتكون تاماكي قاعده في اوضتها متضايقه ومش عايزه تطلع منها، وفجاه صفارات الانذار بتشتغل ومذيعه الاخبار بتعلن ان في عدد كبير من الضحايا نتيجه الهجوم الاخير، ولازم يوصل فريق الدعم للمكان بسرعه علشان ينقذ حياه الضحايا الباقيين. فعلى طول فينوس مساعده بتاعه تاماكي بتمسك التاماكي وبتقول لها يلا بينا. بنرجع ليوشي والزعيمه من جديد واللي بيقعدوا يهجموا على الكائن ده بكل قوتهم، وبعد كده بيبص يوشي للزعيمه بيقول لها مفيش داعي ان احنا نكمل المعركه خلاص هي انتهت. فبترد عليه الزعيمه وبتقول له هو انت هتديني اوامر، هو مين فينا هنا الرئيس؟ على الجانب التاني بتوصل تاماكي لمكان الضحايا، ولما بتيجي تستخدم قوتها علشان تعالجهم بتتفاجئ ان مفيش حاجه بتحصل. فالمساعده بتاعتها فينوس بتقول لها وانت نسيتي احنا جايين هنا ليه؟ فعلى طول بتقوم تاماكي من مكانها وبتطلع تجري لحد ما بتوصل للمكان اللي فيه يوشي والزعيمه. بتقول لها الزعيمه يلا يا تاماكي اقتلي الكائن ده بسرعه، واما لو سيبناها يستمر في الحرب ضدنا للابد وهيتسبب في اذيه ناس كتير. على طول بتستجيب تاماكي الامر الزعيمه وبتستخدم قوتها وبتقضي على الكائن ده وبتخلص عليه في وقتها. بيرجعوا بعد كده للمنظمه، هناك تاماكي بتشكر يوشي على وقوفه جنبها، وبعد شويه صفارات الانذار بتشتغل تاني، بس المره دي بيكون مستوى البارادوكس 9.8، يعني الكائن ده هيكون اقوى اختبار هيواجهوه. بس الغريب ان صفارات الانذار بتقف تاني، وواضح كده ان الكائن ده اختفى من المكان. ووقت ما الكل واقف بتخرج اسنا من المكان وبتطلع بره، بتقابل واحد اسمه لوسيفر، وهو واضح كده ان لوسيفر ده بيكون من العالم بتاعها، مش بيكون بشر يعني، وبيكون شايل بنت على ايده. فلما اسنا بتساله بتعمل ايه بالبنت دي وايه اللي جابك هنا، فبيرد على لوسيفر وبيقول لها لا 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 مفيش حاجه، انا كنت بجرب قوه الترانس مش اكتر، انا سبت العالم التاني ومن هنا ورايح هعيش معاكم في العالم ده. بعدها بشويه بنشوف فلاش باك لتاماكي وهي في الاستاد لما بتحارب وحش شكله اشبه بعنكبوت ضخم، وفعلا بتقدر تهزمه بس في الاخر بتتصاب وبتقع على الارض. المهم ان هنا كلوي كانت شاهده على الموقف ده، وبعد الاصابه دي بتنتقل تاماكي للمستشفى، وبنرجع بعد كده للحاضر. على طول بنشوف كلوي بتجري في التراك وبتكسر رقمها الشخصي في الجري، والفلاش باك اللي شفناه ده بيكون مقصود بيه والغرض منه ان احنا نعرف قد ايه كلوي بتحاول تثبت نفسها بدنيا وتكنيكيا، وده بعد ما شافت تاماكي من سنوات لما بقت مصابه، ويكون هدفها دلوقتي ان هي تاخد الفرصه علشان تحارب بكل قوتها وتثبت نفسها اكتر لفريق اللوجيك ليست. بينتقل بينا المشهد بعد كده لمقر الكا، وهناك بنشوف الزعيمه فرينكا ومعاها فريق قسم الابحاث وهم بيحققوا في القراءه العاليه جدا للبارادوكس اللي شفناها من شويه. بنشوف كلوي بتسال الزعيمه طب وصلتوا الادله ولا اي حاجه، فبيكون رد الزعيمه الحقيقه لسه مفيش اي حاجه. وساعتها بتحس ان كلوي اتبسطت بسماع الخبر ده، واضح كده ان هي مخبيه حاجه عليهم. في نفس الوقت كلوي بتبدا تعمل تحقيق من ناحيتها لحد ما بتوصل لمكان بنت كانت شافتها في التحقيقات وبتروح تقعد معاها. على الجانب التاني بتكون الزعيمه فرينكا مع الفريق بتاعها، وبيكونوا عرفوا ان في بنت اتواصلت مع الكائن اللي بيمتلك 8.9 من البارادوكس ده، وعلى طول بيحددوا موقعها. بيجيبوا صور للمكان اللي هي فيه، وهنا بتحصل المفاجاه للزعيمه وباقي الفريق لما بيلاقوا كلوي قاعده مع البنت دي. بعد شويه صفارات الانذار بتشتغل، بس المره دي مستوى البارادوكس للكائن ده بيكون 4، وعلى طول بيتواصل فريق الزعيمه مع كلو بيقولوا لها على مكان الكائن ده واللي بيكون في المنتزه في المنطقه 12. ودلوقتي كلو في طريقها للكائن ده. صفارات الانذار بتشتغل تاني وبتقول مذيعه الاخبار ان في اجنبي في مقاطعه 9 الجنوبيه رقم 7، والمستوى بتاع البارادوكس بتاعه 2.6، وكمان بيظهر اجنبي جديد ومستوى البارادوكس بتاعه بيكون 2. ولما بيعرف يوشي ان الاجانب متمركزين في المنطقه رقم 7 بيبعت لكلو علشان تقابلهم هناك بدل ما تروح للمنطقه رقم 12 وتحارب الاجنبي لوحدها. في اللحظه دي كلو مش بتسمع كلام يوشي وبتروح للمنطقه رقم 12 علشان تقضي عليه، وفعلا بتقضي عليه، بس الغريب انها ما قابلتش اي شخص الاجنبي ده استحوذ عليه اصلا. على الجانب الثاني بيتعرض يوشي لضربات قويه جدا من الكائن ده وبتقع عليه شحنه كبيره، وبنرجع بعد كده لكلو على طول بترجع للمقر بتاعها
بتروحها وبتقابل تاماكي ولسه عاوزه تحكي لها اللي حصل معاها، بتتفاجئ كليو بتاماكي بترمي الفوطه في وشها وبتزعلها وبتقول لها هو انت مش بتفكري غير في نفسك وبس؟ ما يهمكيش لو اي حد غيرك بقى في مشكله وتعرض لخطر، وانت اصلا اللي خالفت اوامر يوشي، وكان المفروض ان احنا نتعاون مع بعض ونواجه الكائنات دي بشكل منظم. بعد شويه بنشوف مدير منظمه الكا بيتواصل مع فرونيكا وبيسالها عن حاله يوشي، فبتطمنه فرونيكا وبتقول له انه محتاج شويه راحه وانه هيكون كويس. فبيرد عليها القائد وبيقول لها حاولي تحافظي على يوشي لانه بيكون جزء مهم جدا من قوتنا، وخصوصا انه لما قابل اللوجيك ليست الاسطوري بتاعنا على الاقل بقى كويس. بعد كده بتروح تاماكي ليوشي وبتعتذر له عن تصرفات كلوي، وفي الوقت ده صفارات الانذار بتشتغل معلنه ان في مجموعه من الاجانب في مقاطعه ناين الشرقيه والغربيه وانه بيكون عددهم 70. فعلى طول بيتجه يوشي لمكان الكائنات دي لوحده لانه بيكون هو الوحيد اللي استعاد قوه الترانس الخاصه بيه، وعلى طول لما بيوصل بيبدا في الهجوم على الاجانب، بس الموضوع بيكون صعب بسبب العدد الكبير بتاعهم. اما تاماكي وكلوي فهم لسه ما استعادوش القوه بتاعتهم وبيكونوا لسه في طريقهم ليوشي. نرجع ليوشي اللي بيفضل يحارب في الاجانب لحد ما بيفقد كل قوته وبتضعف قوه الترانس بتاعه، ولما الاجانب بييجوا يهجموا عليه في اللحظه الاخيره بتظهر تاماكي وبتعمل عليه هو واسن درع حمايه. اما كلوي فبتستخدم السيف بتاعها وبتقضي على عدد كبير جدا منهم، وفي اللحظه دي بتثبت تاماكي كبير الاجانب دول بالسلاح بتاعها. على طول بتستغل كلوي الفرصه وبتهجم على الاجانب اللي فاضلين وبتقتلهم، وبتوجه الضربه القاضيه لكبير الاجانب وبتقضي عليه. بينتقل بين المشهد وبنشوف مانا واقفه قدام خزانه، وجوه الخزانه دي بيكون في رساله صغيره مكتوب عليها الى امي. اللحظه دي بتورينا قد ايه مانا جواها امل، وخصوصا ان هي بترجع كل شويه للخزانه دي علشان تكتب رساله لامها. بنروح للمقر بعد كده وبنشوف يوشي وهو بيسال زمايله امال مانا راحت فين، وبنرجع لمانا تاني اللي بيبان عليها الحزن الشديد، وخصوصا ان هي ما عندهاش لا اب ولا ام زي بقيه الاطفال. في اللحظه دي بتيجي مساعده مانا واللي اسمها بيكون ارتميس، وبتقول لمانا يلا بينا نرجع علشان ما حدش يقلق علينا. نرجع ليوشي من جديد وبنشوف تاماكي بتحكي له قصه مانا، وبتقول له كل الموضوع ان مانا بتدور على اسرتها لانها بتكون فقدتهم وهي لسه صغيره واتثبت في خزنه عموميه، ولما تم اكتشافها على طول اتنقلت لميتم تعيش فيه، بس المشكله ان مانا ما عرفتش تتاقلم في المكان ده ولا حتى مع الاطفال اللي موجودين هناك. ومن يومها وهي بتكتب رسائل وبتحطها في نفس الخزانه على امل ان اسرتها ممكن يرجعوا للخزانه دي في يوم من الايام علشان يدوروا عليها. بعدها بنشوف يوشي بيجهز اكل حلو لمانا بحيث انه يحاول يغير لها المود وكده يعني، بس بيحصل العكس وبيطلع اكلته وحشه جدا وحاجه تعرف تتاكل بامانه يعني. بعد كده بتطلع مانا المكان وبتطلع تجري شويه، وفي الوقت ده بيطلع يوشي واسنا وبيروحوا وراها. اول لما يوشي بيوصل لها بيقول لها ما تزعليش مني والله انا ما كنت قاصد وكنت عايز اروق عليكي، بس يلا ما حصلش نصيب. فبترد عليه مانا وبتقول له لا عادي ما فيش مشكله وما تشغلش دماغك، وبعد كده بتسيبه وبتمشي. وبالشكل ده يوشي بيكون عايز طريقه تانية علشان يشد انتباه مانا، وعلى طول بيعلي صوته وبيقول لها بصراحه كده انا بكون مبسوط علشان رجعت واحد من اللوجيك ليست من تاني، ومن وقت ما عملت الاوفر ترانس من سنتين فاتوا والدنيا مش متظبطه معايا. في اللحظه دي بتقف مانا في مكانها وبترجع ليوشي من جده بتقول له انت بتتكلم جد، هو انت نفذت الاوفر ترانس ازاي؟ وعشان اخلي معاك الصوره واضحه يا صديقي فتعالى اعرفك ايه هو الاوفر ترانس. الاوفر ترانس بتكون تقنيه محظوره، ولازم تعرف ان جميع الكائنات الحيه بتتكون من الاف بطاقات اللوجيك، وطبعا احنا عارفين ان عمليه الترانس بتكون عباره عن تقسيم فردين لنصف اللوجيك الخاص بكل واحد فيهم، اما الاوفر ترانس فبيكون اتحاد لكل اللوجيك الخاص بكل الطرفين، والاتحاد بيسبب للطرفين دول اصابات خطيره جدا باستخدام قوه البارادوكسيك. وطبعا استخدام الاوفر ترانس ممنوع الا اذا اللوجيك ليست حصل على موافقه الزعيمه، كده يبقى له الحق في استخدام القوه دي زي ما هو عايز. المهم بيبدا يوشي يحكي لمانا لما عمل الاوفر ترانس ده قبل كده، واللقطه دي بالمناسبه هي نفس اللقطه اللي بدا بها الانمي بتاعنا، وده لما يوشي كان بيتفرج على نفسه من التابلت بتاعه وبيكمل كلامه يوشي وبيقول لها والله علشان اكون صريح معاك يا مانا والله انا تبت ومش هعمل كده تاني، ده حتى من يومها وانا قوايا متاثره، ومش بس كده ده الموضوع ده ممكن ياثر عليكي وتفقدي ذكرياتك ومشاعرك. في اللحظه دي صفارات الانذار بتشتغل معلنه عن وجود اجنبي جديد، ومستوى البارادوكس بتاعه بيكون 6.5. على طول بيتوجه كل افراد اللوجيك ليست لمكان الاجنبي، واول لما بيوصلوا بيشوف الاجنبي واللي بيكون شبه الافعى بس بيكون عنده قدره على الطيران. بيستخدم الكائن ده قوته بيخرج افعى صغيره من تحت تاماكي وكلوي وبتمسكهم، ونتيجه لكده بتضعف قوه الترانس بتاعتهم. بعد كده بيخرجوا بسرعه من المكان، ومش بيفضل غير يوشي ومانا، وواضح كده ان المنطقه اللي فيها الاجنبي دي بتفرز نوع من السم بيستهلك قوه الترانس اللي موجوده عند الابطال، وده الشيء اللي هيخلي ان القرب ليه شيء مستحيل تماما. بعد كده بتقعد مانا تهجم على الكائن الاجنبي ده، بس في الاخر بيستخدم قوته بيخرج افعى من تحت مانا، وعلى طول بتفقد قوتها وبتتعرض للتسمم. في اللحظه دي يوشي بيكون مجبور انه يخرج مانا من المكان والانسحاب من المعركه دي، وبيوديها للمستشفى. بعد كده بعد شويه بتحصل حاجه غريبه وبنشوف الكهرباء بتقطع في المدينه كلها، وواضح كده انه بيكون سبب تاثير منطقه البارادوكس الخاصه بالاجنبي، وطبعا الموضوع ده خطير لانه بيهدد حياه المرضى اللي موجودين في المستشفيات، ده غير المشاكل اللي بقت موجوده في حركه المرور. في الوقت ده بيظهر مدير منظمه الكا وبيقول لفرونيكا على فكره انا طلبت مساعده جميع الوحدات على الصعيد الوطني، بس وصولهم لهنا هيستغرق شويه وقت. بنرجع لمانا اللي بتاخد مساعدتها ارتميس وبتتوجه لمكان الاجنبي من غير ما تقول لاي حد من افراد اللوجيك ليست. على طول اول لما بتوصل مانا لمكان الاجنبي بتتصل بالزعيمه فرونيكا وبتطلب منها الاذن ان هي تستخدم الاوفر ترانس، لان باستخدام القوه دي ممكن تقضي على الاجنبي من بعيد ومن غير ما تقرب منه حتى. فعلى طول كل اصحابها بيقولوا لها بلاش والا هتضر نفسك، فبترد مانا عليهم وبتقول لهم يعني الوضع هيبقى اسوأ من اللي انا
فيه دلوقتي بتدي الزعيمه الاذن المنى باستخدام قوه الاوفر ترانس على الرغم من اعتراض باقي اصحابها على القرار ده. وفي اخر لحظه لما بتيجي منى تفعل قوه الاوفر ترانس بيظهر يوشي بيقول لها استني انا عندي حل تاني، واللي هيكون ان منى هتقرب من الوحش وتضرب عليه نار بالسلاح بتاعها. اما يوشي فهيكون مهمته انه يحميها من السم اللي موجود في منطقه البارادوكس باستخدام درع الحمايه بتاعه. وطبعا يوشي فكر في الفكره دي علشان ما يضحيش بحياه منى، وفي مهمتهم الجديده دي هما الاثنين ينجحوا سوا يا اما يموتوا سوا. وفعلا بيقتحم يوشي ومنى المكان اللي فيه الاجنبي وبيتوجهوا للاجنبي، وعلى طول بتوجه له منى الضربه القاضيه وبتخلص عليه. بعد كده بنروح ليوكاري اللي كانت مديره فريق الكره النسائيه قبل كده واللي بيتم استدعائها هي واولجا لقاعه التدريب. بنشوف يوكاري وهي بتحاول تجرب قوه الترانس مع اسنا بس الموضوع بيفشل في النهايه. بعد كده بيروح الدور على اولجا واللي بيروح لاسنا وهو واثق من نفسه انه جامد جدا، وعلى طول بيجي اشعار بفشل استعمال قوه الترانس حتى قبل ما يجرب. بعد كده بتروح يوكاري لاسنا وبتسالها لو في حاجه معينه بتتعمل علشان تقدر تنفذ عمليه الترانس، فبترد عليها اسنا وبتقول لها الحقيقه في زي مثلا ان يكون عندك انت وشريكك نفس الافكار زي كده انا ويوشي مثلا. في اللحظه دي تيجي الزعيمه فرونيكا وبتقول له ليوكاري طبعا الكلام ده خاص بيوشي واسنا بس، وده مش شرط ثابت، الموضوع بيختلف من شخص للتاني. يعني مثلا كيو وفالكري بيختلفوا في طريقه عمل الترانس عن تاماكي وفينوس، بس اهم حاجه ان كل واحد والمساعد بتاعه بيكملوا بعض في النهايه. فعشان كده يوكاري انت لازم تلاقي الشخص اللي يناسبك. في اللحظه دي بيتكلم اولجا وبيقعد يشكر في نفسه وشكله كده عاوز يبقى الشريك بتاعها. وعلى الجانب التاني بنلاحظ ان يوكاري بتكون معجبه بشخصيه اولجا جدا. المهم بعد كده بتروح يوكاري علشان تجهز الاكل بس دماغها بتكون شغاله هي ايه الطريقه اللي هتكون مناسبه معاها. بنروح بعد كده لواحد من حراس المقر واللي بيكون اسمه كاتيكاوا واللي بيكون مسؤول عن حراسه الكائن الاجنبي اللي كان في المعركه الاخيره واللي بيكون فقد قوته بعد ضربه منى ليه وبقى حجمه صغير جدا. بيفضل الكائن يبص في الشاشه وبيستنجد بكاتيكاوا بيقول له الجو برد قوي هنا وصاحبنا مطنش ولا حياه لمن تنادي. بس بعد شويه بيروح كاتيكاوا للمكان اللي الكائن محتجز فيه وهناك بيتفاجئ لما بيلاقي الكائن فاقد الوعي، فبيطلع يجري عليه وهو مخضوض للبتاع اللي هو مسؤول عنه ده يموت. على طول بيغطيه ببطانيه وبيقعد يهز فيها علشان يصحى ولا كانه عيل صغير. ولكن فجاه بيفتح الكائن الاجنبي ده عينه وبيهجم على كاتيكاوا وبيعمل عمليه الترانس معاه وبيفضل يكبر لحد ما بيوصل لحجمه الضخم وبيستعمل قوته وبيفضل يخنق في يوكاري باستخدام الافاعي بتاعته. فبتقعد يوكاري تصرخ وبتقول هو في ايه وايه اللي بيحصل ده؟ فبيرد عليها الاجنبي وبيقول لها اول لما انت مشيتي من هنا الحارس الغبي ده جالي وفتح لي الباب. فبتقول له يوكاري هو انت قصدك على كاتيكاوا ارجوك سيبه. فبيقول لها الاجنبي هو انت فاكره ان انا ممكن اهتم بحياه واحد من البشر؟ ولحظه كده انا اول مره اشوفك وشكلك كده من اللوجيك ليست. فبترد عليه يوكاري وبتقول له لا يا عم ما تفهمش غلط انا مجرد متدربه مش اكتر. فبيقول لها الاجنبي شكلك كده رغايه ومش هتسكتي وبعدين هو انت مش خايفه مني؟ فبيتضايق الاجنبي وبيكون عايز يهجم عليها وياكلها. وفي اللحظه دي بتفهم انه جعان وعشان كده بتدي له حله الاكل اللي كانت عاملاها او احسن ما ياكلها هي. على الجانب التاني بتكون فيرونيكا وفريقها بيفكروا هيعملوا ايه مع الكائن ده، خصوصا ان يوكاري بين ايده وغير ان الكائن ده بيكون في المقر بتاعهم. فبتستقر فيرونيكا على تفجير الارضيه اللي تحت الكائن ده وهتكون مهمه يوشي انه ينقذ يوكاري من الخطر. اما هولجا فهتكون مهمته انه يقول ليوكاري ازاي تتصرف قدام الاجنبي ده. على طول بيتجه اولجا لمكان يوكاري ومن غير ما الاجنبي يشوفه بيبدا في كتابه التعليمات اللي عايز يوصلها ليوكاري على ورقه بحيث انها تفهمها من غير ما يتكلم. بيكتب لها انك هتحاولي تتكلمي مع الاجنبي علشان نكسب شويه وقت واحنا دلوقتي هنفجر الارض من تحت منه علشان نتخلص منه اخيرا، وللاسف احنا ما عندناش اي حل تاني بس اهم حاجه حاولي تكسبي بعض الوقت مش اكتر. في اللحظه دي بيبص الاجنبي ليوكاري وبيقول لها هو انت مفكره نفسك بالشكل ده بتصرفي انتباه عن اللي بيحصل من ورايا؟ على طول بيلف الاجنبي وبيقابل اولجا في وشه وعلى طول من غير اي مقدمات بيوجه له ضربه قويه جدا بيوقعه على الارض. بيروح الاجنبي ناحيه يوكاري وعايز ياكلها بس في اللحظه دي بيحصل انفجار وبيقع الاجنبي اما يوكاري فبيلحقها يوشي قبل ما تقع. بعد شويه بيقوم الاجنبي مره تانية بس المره دي بيلاقي الزعيمه فرونيكا واقفه قدامه ولا على طول بتستخدم قوتها وبتفجر في شويه قنابل. بيقع على الارض ولما بتيجي فرونيكا توجه له الضربه القاضيه في اللحظه دي يوكاري بيصعب عليها ان الاجنبي ده هيموت وبتطلع تقف قدامه. فبيضطر يوشي انه يفعل دراع الحمايه وينقذ يوكاري قبل ما يحصل لها اي حاجه. وفي اللحظه دي بيقوم الاجنبي من مكانه وبيقرب من يوكاري وبيقول لها وهو مستغرب هو انت انقذتني ليه؟ فبترد يوكاري وبتقول له علشان انت اتكلمت معايا بطريقه لطيفه وبصراحه انا خفت يحصل لك حاجه. بتحصل المفاجاه وبنشوف الاجنبي بيفك قوه الترانس وبيرجع لحجمه الصغير من تاني ويوقع كاتيكاوا على الارض. وبعد شويه بنشوف الاجنبي بيقول ليوكاري ايه رايك لما ابقى المساعد بتاعك؟ فبتوافق يوكاري بعد كده وبكده يوكاري بقت زيها زي بقى اعضاء اللوجيك ليست بيبقى عندها القوه انها تفعل قوه الترانس بتاعها. وبعدها بنشوف يوشي بيرجع لبيته علشان يقضي يوم اجازته مع ابوه واخته وبيكون معاه اثينا. ولما بيطلع لاوضته بيشوف المفاجاه وبيلاقي كل اصحابه من اللوجيك ليست واقفين قدامه وبيهنوا بعيد ميلاده. بيقف يوشي وهو مستغرب ولما بيشوف اثينا بتقول له هو مش النهارده عيد ميلادك برضه؟ فبيقول لها عيد ميلاد مين؟ لا مش النهارده طبعا. على طول بيبص لاخته شوري وبيقول لها اكيد ده عمايلك السودا. وعلى طول بتبص له شوري هي بتضحك وبتقول له بصراحه انا كنت عايز اشكر صحابك على مجهودهم معاك ولو طلبت منهم ان هم يجوا كده من غير اي حاجه مش هيرضوا. فانا الفت الحوار ده علشان اضمن ان هم يجوا. وبعد كده بتوصل الزعيمه فرونيكا والمساعده بتاعتها نيمسيس بعد دعوه والد يوشي ليهم. بيقضوا اليوم مع بعض وبعد شويه بتبص تاماكي ليوشي وبتقول له امال فين والدتك؟ فبترد شوري وبتقول لها ان والدتنا توفت من 7 سنين بسبب المرض. فعلى طول بتعتذر تاماكي ليهم لانها ما كانتش تقصد تفكرهم بماضيهم المحزن ده. بعد شويه بيبص بيوشي لابنه وبيقول له قول لي بقى يا ابني
ابني مفيش بنت من صحابك دول عاجباك، ده حتى كلهم زي القمر اهم. صاحبنا يوشي وشه بيقلب الوان وبيقول له اسكت يا عم الحاج، هي مش ناقصه وجع دماغ، انا مش بفكر في الحاجات دي لان بطبيعتي مشغول وانت عارف كده. بعد شويه بنشوف الحاجه كليو بتروح لاوضه يوشي وبتقعد ترسم على الحيطه ولا كاننا قاعدين في حضانه، وساعتها بيدخل يوشي ولما بيشوف البلاوي اللي على الحيطه دي بيقول لها هو انت بتعملي عندك انت كمان؟ فبتقول له ايه رايك خليت لك الاوضه احسن بدل ما كانت كئيبه كده يا عم الحاج. بعد شويه بيروح يوشي لفيرونيكا بيقول لها ما شفتيش اسنا؟ فبترد عليه بتقول له تقريبا كده راحت علشان تشتري حاجه. نروح بعد كده لاسنا اللي بتطلع من المول وهي في طريق رجوعها بتقابل لوسيفر، ولما بتشوفه جاي ناحيتها بتطلع تجري وبتسيبه، بس بتقف لما لوسيفر بينادي عليها وبيبداوا يتكلموا عن حياتهم في العالم اللي كانوا عايشين فيه قبل كده. فبتقول اسنا لوسيفر يعني انت دلوقتي مبسوط بعد ما حرضت على الحرب بتاعت ال100 سنه اللي فاتوا ودلوقتي بتهرب وجيت للعالم ده؟ فبيقول لها لوسيفر لاني كفرت عن كل ده خلاص والعالم اللي احنا فيه كان عباره عن جحيم اساسا. فبتبص له اسنا وبتقول له هو انت هدفك ايه من الاساس اصلا؟ فبيرد عليها وبيقول لها طب ما انا قلت لك قبل كده انا جايه ست للعالم ده علشان استمتع اكتر مش زيك. انا عايز اسالك على حاجه صحيح، هو انت معجبه بالواد اللي اسمه يوشي ده؟ وساعتها بيكون يوشي وصل للمكان وسمع كل حاجه وبيكمل لوسيفر كلامه وبيقول لها بصراحه كده انا مش عارف ليه لحد دلوقتي انت اخترت شريكك يكون راجل مش بنت. فبترد عليها اسنا وبتقول له ما تفهمش غلط، احنا مجرد شريكين وبعدين دي حاجه ما تخصكش اساسا. فبيقول لها لوسيفر بعد كده بس انت لازم تعرفي ان الكلام ده هيبقى مؤقت بس لحد ما الحرب اللي في العالم بتاعنا تنتهي، بعدها هترجعي لعالمنا من تاني. في اللحظه دي بيجي يوشي ناحيه لوسيفر وبيقول له انت مين؟ فبتقول له اسنا ده بيكون لوسيفر، وعلى طول بيفهم يوشي ان ده بيكون الاجنبي اللي مستوى البارادوكس بتاعه 9.8. بيمشي لوسيفر بعد كده من غير كلام كتير، وبعدها بيبص يوشي لاسنا وبيقول لها انت بتتكلمي مع شخص خطير زي ده ليه وليه ما اتصلتش عليا؟ فبتقول له اسنا انا كنت هتصل عليك. فبيقول لها يوشي بس ايه اللي خلاكي تستني؟ فبتكمل اسنا كلامها وبتقول له لوسيفر قال لي انه جاي للعالم ده علشان يستمتع مش اكتر. فيوشي بيقول لها اكيد بيكذب عليك، انت ازاي تصدقي شخص زي ده اصلا؟ وبنرجع بعد كده لبيت يوشي وبيمشي كل اصدقائه من عنده ومش بيفضل معاه غير تاماكي واسنا ونيمسيس بس. بيسيبهم يوشي وبيروح لاوضته علشان عاوز ينام، واول لما بيدخل الاوضه بيتفاجئ لما بيلاقي ان الحاجه ولده قاعد قدامه على السرير. لا ومش بس كده، ده كمان لابس التيشيرت بتاعها وشكل المعلم ولجا راسم على نومه. بنروح بعد كده لنيمسيس اللي بتكون مشغله فيلم رعب وقاعده تسمع فيه، ووراها شوري اللي بتكون مرعوبه من المشاهد اللي بتشوفها. بينتقل بينا المشهد بعد كده لمكان جديد وبنشوف فيرونيكا ونيمسيس وبيروح الواحد بيكون نايم على سرير وشكله كده بيكون تعبان. بنشوف فيرونيكا بتبص له بتقول له انا مبسوطه اني شفتك من تاني، انا تلمستك السابقه فيرونيكا اناناكو. بعد كده بنشوف طياره في الجو وبعدين بينزلوا في مكان وبنشوف طاقم الطياره دي بينزلوا شخص منها وبيكون الشخص ده نايم على السرير وبيسيبوه بعد كده وبيمشوا. وبالمناسبه الشخص ده بيكون نفس الشخص اللي قابلته فيرونيكا من شويه، وهنعرف بعد شويه ان اسمه بيكون المعلم اش. بنروح بعد كده ليوشي واللي بيكون في مكتب مدير منظمه الكا، وهناك بيلاقي ظرف لطلب استقاله، ولما بيروح يوشي علشان يشوفه بيتفاجئ ان صاحب الطلب ده هي فيرونيكا والمساعده بتاعتها نيمسيس. في اللحظه دي بيدخل المدير على يوشي وبيقول له دي حاجه غريبه مش كده؟ طب تعالى اوضح لك ايه الحكايه من اولها. بص يا يوشي، من حوالي 4 سنين كده المعلم بتاع فيرونيكا واللي اسمه اش باكستون اتعرض لهجوم عنيف من ضربه بارادوكس قويه جدا وواحد من الاجانب المعروفين باسم بالفا الجليد، ونتيجه لاصابته دي لقينا كبير الضباط في المنظمه بيقبل بوضع اش في حجر صحي في مكان باعماق الارض تحت المستشفى المركزيه بالظبط. وكل ده علشان كبير الضباط يخفي الحادثه دي، وكل اللي انا قدرت اعمله في الوقت ده هو ان اجيب فيرونيكا الحزينه هنا للمقر. بيكمل المدير كلامه بيقول له بعد مرور 3 ايام من وقوع الحادثه دي بدانا نشوف فريق من المقر الرئيسي بيعملوا تحقيقات، وعلى طول نقلوا اش باكستان والمريض للمختبر على طول. والغريب بقى ان بوليفيا الجليد الخاضع لحراسه مشدده هاج اكتر من الاول لما عرف ان اتنقل اش للمختبر. طب ليه؟ الحقيقه مش عارفين لحد دلوقتي. والفتره دي يا يوشي عايزك تاخد بالك من فيرونيكا. وبعد كده بنشوف يوشي راكب في طياره ومتجه لمدينه سابورو، بتكون معاه اسنا ويوكاري، وعلى طول بتسال اسنا مالك كده مش على بعضك ولا الموضوع متعلق بفيرونيكا؟ فبيقول لها يوشي ايوه بالظبط، بس اكيد في حاجه مهمه خلت فيرونيكا تسيب المقر وتمشي، ده حتى مشيت من غير ما تكلم مع حد فينا. على الجانب الثاني بتكون فيرونيكا ومساعدتها راكبين طياره ومتجهين لمهبط الطائرات الخاص بالمختبر اللي فيه اش. اول لما بيوصلوا بيدخلوا لمقر كبير الضباط في المنظمه، واول لما القائد بيشوفهم بيقول لفيرونيكا هو انت ايه اللي جابك هنا؟ فبترد عليه نيمسيس وبتقول ان مدينه سابورو بتواجه ازمه كبيره، وعلى طول بتبص فيرونيكا لكبير الضباط وبتقول له هو فين اش وانت ليه نقلته وهو في الحاله دي؟ بيامر القائد مساعدين ان هم يجيبوا صوره مهبط الطيارات دلوقتي على الشاشه، وبعد كده فيرونيكا بتزقه وبتقعد مكانه وبتشوف اش وهو على الشاشه مرمي على السرير لوحده في مهبط الطائرات. وفي نفس اللحظه فيرونيكا بتشوف بوليفيا الجليد بيتسلق برج المختبر، فعلى طول فيرونيكا بتاخد مساعدتها نيمسيس وبينطلقوا بسرعه باتجاه برج المختبر. بعدها على طول بيوصل اشي واسنا ومعاهم يوكاري لمقر كبير الضباط. اول لما بيقابلهم بيقول لهم هو انتوا اتاخرتوا كده ليه؟ فيرونيكا ومساعدتها لسه ماشيين من هنا وبيكونوا في طريقهم لبرج المختبر. ولما بيبص يوشي على الشاشه جنبه بيشوف بوليفيا الجليد قاعد يتسلق البرج، فعلى طول بياخد اسنا وبيتجه ناحيه البرج هناك. بنروح بعد كده لفيرونيكا واللي بتكون وصلت لبرج المختبر، وهناك بتقابل بوليفيا الجليد وعلى طول بترمي عليه قنابل متفجره. بس طبعا بوليفيا الجليدي بيكون حجمه ضخم جدا وبيكون قوي في نفس الوقت، وعلى طول بيخبط القنابل دي بايده وبيبعدها بعيد عنه قبل ما تنفجر. بنرجع بعد كده ليوشي واسنا اللي بيوصلوا للمكان، ولما بييجوا يتواصلوا مع كبير الضباط وبيقولوا له عايزين طريقه نتسلق بها البرج، في اللحظه دي بتحصل المفاجاه. بيقول لهم انا مش هسمح لكم تنضموا لفيرونيكا، ومش بس كده لا بيطلع وراه
وراهم طيارات مسيره وبتفضل تطارد فيهم. ووقت ما هم بيضربوا في الطيارات دي بتوع اسنا في حفره كانت في الارض، وعلى طول بيلحقها يوشي وبينزل للقاع بتاع المكان ده، وبعد شويه بتلحقهم يوكاري والمساعد بتاعها. نرجع لفيرونيكا من تاني وبتكون في صراع قوي جدا مع بليفيا، وبعد كده بيوصل يوشي لمكان فيرونيكا ومهمته انه يوقف فيرونيكا. اما يوكاري فهتكون مهمتها ان هي تدور على بطاقات اللوجيك الخاصه ببليفيا واللي هتقدر من خلالها ان هم يرجعوا لطبيعته من تاني. بنشوف فيرونيكا واللي بتزهق من قوه بليفيا وبتوجه له اقوى ضربه عندها وبترمي عليه قنابل قويه جدا، وبعد كده بتستنى علشان تشوف ايه اللي حصل له. بس بتتفاجئ فيرونيكا لما بتلاقي يوشي مفعل درع الحمايه وانقذ بليفيا الجليد من ضربتها القويه دي، وعلى طول بتبص فيرونيكا ليوشي وبتقول له ابعد من قدامي، بليفيا الجليد هو اللي قضى على المعلم اش ولازم ادمره بنفسي. فبيرد يوشي عليها وبيقول لها لا انت فاهمه غلط، بليفيا هو الضحيه، لان اللي دمر مخ بليفيا هو المعلم اش وكبير الضباط اورولوف. وطبعا في الوقت ده فيرونيكا مش بتصدق الكلام اللي يوشي بيقوله، وعلى طول بيوريها فيديو صغير علشان ياكد لها كلامه. في اللحظه دي القنابل اللي كانت فيرونيكا رميها على بليفيا بتقع على البرج، وعلى طول بينهار بسبب تاثير الضربه. بعد كده بتقوم فيرونيكا من مكانها وبتروح ناحيه بليفيا واللي فقد قوته وظهره جنب الشخص اللي كان مستحوذ عليه. فعلى طول يوشي بينادي عليها وبيقول لها لا يا فيرونيكا لا، اورولوف واش هما اللي كانوا بيجربوا يعملوا اوفر ترانس اصطناعي وبليفيا كان هو الضحيه. اما فيرونيكا فبتوصل لحد بليفيا وبتفتكر مجهود المعلم اش معاها طول الفتره اللي فاتت وقد ايه هو كان سند قوي ليها، حتى انه كان بيوعدها ان هم هينقذوا العالم سوا. ساعتها بتتجنن فيرونيكا وبتضرب بليفيا برجليها وبتفعل اقوى قنبله عندها وعاوزه ترميها عليه. وعلى الناحيه الثانيه يوشي كان قاعد يصرخ وبيقول لها فيرونيكا بلاش، وعلى طول بيطلع يجري عليها وبياخد منها القنبله وبيرميها بعيد. بيقول لها خلاص بقى انا واخد قرار اني هحميكي. وفي الوقت ده بتوصل يوكاري وبيكون معاها بطاقه واحده بس واللي هي اللي لقيتها. لما بيحطوها على بليفيا بيفتح عينه وبيقوم، بس دلوقتي هو رجع لطبيعته من جديد. اما عمنا ايرولوف بيتم اعتقاله بتهمه انه بيعمل تجارب على المعتقلين من عوالم الاخرى. بعد كده بيرجع الكل لمقر الكا من جديد، وبنشوف فيرونيكا بتتكلم مع المدير وبتكون عايزه تطلب الاستقاله من تاني بحجه ان هي خلفت القواعد لما كانت هتقتل بليفيا الاجنبي البريء. بس في الاخر بينجح المدير انه يقنعها ترجع للمقر من جديد. بنروح بعد كده لاولجا اللي بيقعد يلف في المقر على الاجانب الصغيرين اللي تم احتجازهم على امل انه يلاقي واحد منهم يفعل معاه قوه الترانس علشان نفسه يكون واحد من اللوجيك ليست. ووقت ما كان اولجا واقف محبط بيسمع واحد من الاجانب اسمه انيل بينادي عليه وبيقول له شكلك كده جديد في المكان. فبيقول له اولجا جديد مين يا عم، ده انا بكون واحد من اللوجيك ليست بس انت ما تعرفنيش، بقول لك ايه ما تيجي تبقى شريكي ونقاتل سوا. فبيرد عليه انيل وبيقول له بصراحه كده انا برضه زهقت من المكان ده، طب بص اطلق سراح لمده يوم واحد بس عشان في موضوع مهم عاوز انهيه وهرجع لك من تاني. فبيقول له انيل اقسم لك بشرف ان انا هرجع لك تاني، ولازم تعرف ان قوتي السحريه قادره تنافس قوه لوسيفر وعندي احساس انك هتقدر تتقنها. عموما الموضوع ما بين ايدك دلوقتي ولو غيرت رايك هتلاقيني هنا في المكان ده. بنروح بعد كده لمركز استقبال المقر وهناك بنشوف لوسيفر داخل المكان وعلى طول بيوقع الحراس على الارض وهو داخل. بينتقل بينا المشهد بعد كده لمكتب المدير واللي بيكون قاعد مع فيرونيكا ومساعدتها نيمسيس وبيكون بيطمن عليهم وبيسالهم عن اخبار باقي اعضاء اللوجيك ليست. بس في الوقت ده بتشتغل صفارات الانذار في المكان وبيجي الخبر للمدير وبيقولوا ان في اجنبي وصل لمركز الاستقبال واسمه لوسيفر وهو واقف بره وعايز يقابلك دلوقتي. على طول بيتجه لوسيفر لقاعه الاستقبال وفي نفس الوقت ده بتبدا الاجراءات الاحترازيه في المكان تحسبا لاي حاجه ممكن تحصل. بعد ما بيوصل لوسيفر للقاعه بيرحب المدير بيه بس بيبان انه مش مطمن ليه، خصوصا ان كل اعضاء اللوجيك ليست منتشرين في كل مكان. على طول بيسال المدير خير جيت هنا علشان تقابلني؟ فبيرد لوسيفر عليه رد مفاجئ وبيقول له انا جيت هنا علشان عاوز انضم لمنظمه الكا وابقى شريك مع اي حد هنا. فبيقول له المدير بصراحه انا عرفت ان اسنا مش بتحب القتال والكلام ده. فبيرد على لوسيفر وبيقول له بالنسبه لي فانا عاوز استمتع بالعالم ده وعارف انكم قلقانين من وجودي هنا في مدينتكم خصوصا مع القوه اللي انا بمتلكها، فعشان كده انا جاي علشان احسن سمعتي وعايز انضم لكم علشان احمي المدينه دي معاكم من اي اجنبي ممكن يهددها. يعني من الاخر كده يا معلم ده جاي هنا يتعايش معاهم. بيكمل لوسيفر كلامه بيقول انا سمعت ان في كتير من البشر ما عندهمش شريك، فيا ترى هنا عندكم منهم ولا ايه الكلام؟ في اللحظه دي بينفخ اولجا صدره وبيقول له ايوه انا، ولو عايز تبقى شريكي وتديني قوتك انا ما عنديش مشكله. بيرد المدير على لوسيفر وبيقول انا مقدر العرض بتاعك ده بس انا ما اقدرش اقبلك لان انا لسه ما نعرفش عنك اي حاجه. في اللحظه دي بيتضايق اولجا من كلام المدير وبيقوم لوسيفر من مكانه وبيقول للمدير عندك حق انا شكلي كده اتسرعت وكان لازم نوطد علاقتنا الاول. بيمد ايده للمدير وكانت النتيجه ان المدير بيسلم عليه ودي بتكون اول خطوه في الصداقه اللي ممكن تتبني ما بينهم فيما بعد. وبيمشي لوسيفر من المكان بعدها. بعد كده بيروح اولجا للمدير وهو متضايق جدا لان كان نفسه المدير يوافق على اقتراح لوسيفر على امل انه يبقى شريكه وبالتالي يحقق حلمه ويبقى واحد من اللوجيك ليست. فبيبص له المدير وبيقول انا اول واحد عايز يبقى عندك شريك يا اولجا، وما تنساش ان احنا بنتكلم عن الشيطان لوسيفر. بيطلع اولجا من عند المدير وبيكون كل همه انه يجمع معلومات عن لوسيفر وعلى طول بيروح للاجنبي الصغير من تاني وبيقول له عاوزك تقول لي كل حاجه انت تعرفها عن لوسيفر ده. فبيستغل الاجنبي النقطه دي وبيقول له خلاص هنعمل صفقه مع بعض، انت هتطلق سراح ليوم واحد وهقول لك كل اللي انت عايزه. وبعد شويه بتشتغل صفارات الانذار في المقر معلنه ان في اجنبي هرب من الحجز بتاعه، وعلى طول بيروح يوشي وكلو المكان الاجنبي واللي بيكون مفعل قوه الترانس مع اولجا.
وعلى طول لما الاجنبي بيشوفهم بيقول لهم ابعدوا من قدام، انا عاوز فيرونيكا مش عاوزكم انتم، وبيفضل يهجم عليهم بكل قوته لحد ما بتوصل مانا بتفضل تضرب فيه لحد ما بيقع على الارض، وعلى طول بتنزل كلوه عليه بالسيف بتاعها وبتخلص عليه. بعد شويه بنشوف اولجا نايم على سريره، واول لما بيفوق يقعد يفتكر اللي حصل له، خصوصا لما الاجنبي ده استحوذ عليه. على طول لما بيجي يلبس السماعه الخاصه باللوجيك ليست علشان يطمن على نفسه، وبتبدا تديله انذارات وبتقول له ان في خطا. بنعرف ان كده اولجا فقد بضغط اللوجيك بتاعه لما الكائن استحوذ عليه، وفي الحاله دي لو البطاقه ما حدش لقاها اولجا مش هيقدر يكون من اللوجيك ليست من هنا ورايح. بتبدا الشكوك تدور حوالين اولجا، والا هيكون من اللي حر الاجنبي يعني. ومش كده بس، ازاي لوسيفر جه للمقر تحديدا لما كان المدير موجود فيه؟ لان المدير في اغلب الوقت مش بيكون موجود في المقر، وبيستنتجوا من كده ان في جاسوس موجود في المقر ده. وبعد كده فيرونيكا بتبعت يوشي وزمايله علشان يدوروا على بطاقه اولجا. بنشوف بعد كده بنت جديده في المقر اسمها ميكي بتروح لاولجا وبتقول له ان المسؤولين في المقر عاوزين يطردوك من المكان، ومش بس كده لا ده كمان هيدوروا على بطاقه اللوجيك بتاعتك. طبعا الكلام اللي قالته البنت ده مش صحيح، يا ترى البنت دي ناويه على ايه؟ والله اعلم بتشتغل لصالح مين. المهم لما بتيجي البنت دي تطلع بيقابلها لوسيفر على الباب، فبتحيي البنت وبتمشي بعد كده، واظن ان السر بقى واضح لينا. المفاجاه ان لوسيفر لقى البطاقه بتاعت اولجا وبيديها له، وبعد شويه بيتفاجئ كل اعضاء اللوجيك ليست لما بيلاقوا اولجا اختفى من المقر تماما. ما حدش يعرف عنه اي حاجه، حتى ان هم مش قادرين يتواصلوا معاه. وبينتقل بينا المشهد بعد كده لمقر لوسيفر، وهناك بنشوف مئات من البشر مستنيين وصوله عن امل انه يفعل معاهم قوه الترانس الخاصه بيه. المفاجاه ان اولجا بيكون معاه، وبعد شويه بنشوف لوسيفر بيتكلم مع اولجا بيقول على فكره انا حاسس بيك واعتقد اني مريت بنفس ظروفك دي. انا الاسياد كانوا بيضطهدوني طول فتره الحرب اللي استمرت ل 100 سنه، ومش بس كده لا ده كمان خسرت مكانتي وسطهم زيك بالظبط كده يا عم اولجا. بنرجع بعد كده للمقر من جديد، وهناك بتوصل لهم اخبار عن اولجا يعني دلوقتي موجوده عند لوسيفر. في نفس الوقت بتتكلم واحده من الفريق وبتقول للزعيمه فيرونيكا دلوقتي قدرنا نكشف وهيه اللي فتح باب الحجز للاجنبي، ووفقا لسجلات التحليل اللي عندنا عمل كده بتكون موظفه الاستقبال الجديده ميكي، ومعنى كده ان اولجا بيكون بريء من الشكوك اللي اتوجهت ناحيته. بنرجع للوسيفر من جديد واللي بيمسك بطاقه بوابه في ايده، وبيقول لاولجا باستخدام البطاقه دي انا اقدر انقذ الشياطين اللي بيتعرضوا للظلم في العالم بتاعي واجيبهم لهنا، ومش عشان حاجه غير ان عاوز اديهم مكان جديد علشان يقدروا يعيشوا فيه. وبعتذر لك لو ده هيسبب اي مشكله في العالم بتاعك، هو امنيتي دلوقتي ان اخلي الاسياد والبشر يتعايشوا مع بعض في عالم واحد. في اللحظه دي لوسيفر بياخد اولجا وبيعرفه للناس اللي عنده، وبيقول لهم ده هيبقى الشريك بتاعي، وبيبص لاولجا وبيقول له تعالى كمل طريقك معايا هوصلك للنعيم. وعلى طول بيمسك ايد اولجا وبيبوسها وبيقول له عايزك اني اهدي كل قوه اللوجيك اللي عندي ليك، وعلى طول بيفعل معاك قوه الترانس. في اللحظه دي بتظهر قوه البارادوكس في المقر، وبيتفاجئوا اكتر لما بيلاقوا القوه دي مش طالعه من اجنبي، ده بتكون طالعه من واحد من اللوجيك ليست واللي بيكون اولجا. في الوقت ده بيطلب يوشي من الزعيمه انها تسمح له يروح للوسيفر علشان يقنعه يسيب اولجا. وبنرجع لاولجا من جديد واللي بيكون واقف قدام الناس وبيتكلم كلام غريب، تحس ان لوسيفر عمل له غسيل مخ. ده حتى بقى بينتقد منظمه الكا وقد ايه هم انانيين ومش بيسمعوا غير لمصلحتهم، ومش بس كده لا ده كمان بيدعو للتعايش مع الاسياد والبشر في عالم واحد. في الوقت ده بيوصل يوشي وبيحاول يوضح لاولجا ان هم عرفوا انه بيكون بريء من الاتهامات اللي اتوجهت له، بس صاحبنا اولجا مش مقتنع، وعلى طول بيبدا في الهجوم على يوشي. بيقول له من هنا وماشي انا هعمل عالم يتعايش فيه الاسياد والبشر مع بعض، وهيكون اسمه العالم ده هو سيبت هايفن. بيفضل يستفز في يوشي وبيقول له يلا حاربني ولا انت خايف ولا ايه؟ وعلى طول اولجا بيوجه ضربه قويه جدا ليوشي وبيوقعه على الارض. في اللحظه دي بتوصل فيرونيكا وباقي اللوجيك ليست وبيبداوا في الهجوم على اولجا، اما تاماكي فبتروح ليوشي وبتستخدم قوه العلاج بتاعتها عليه. بس الغريب ان اولجا بيبقى عنده قوه غريبه الوصف، مفيش ضربات بتاثر فيه ولا كمان بيوجه ضربه قاضيه ليهم كلهم بيوقعهم على الارض. بيسيبهم وبيروح لمكان حجز الاجانب التابعه لالكا علشان يحررهم، بس هناك بيقابل المدير وبيقول له ارجع يا اولجا لنا من جديد وهخفف عنك العقاب. فبيرد عليه اولجا وبيقول له انت مالكش حكم عليا، وعلى طول بيوجه له ضربه قويه جدا وبيحرر الاجانب. بعد كده بينتقل بينا المشهد بعد كده لمقر لوسيفر واللي بيعلن عن بدايه عالمه الجديد، وعلى طول بنشوف الاجانب اللي تم تحريرهم في قلب شوارع المدينه، وبيتم تفعيل بوابات الانتقال من العوالم الاخرى. وبسبب قوه البارادوكس كل عمليات مقر الكا شبه متعطله، وفي نفس الوقت في تدفق قبيل اللوجيك من البوابه اللي عملها لوسيفر واللي بتكون متصله بالعالم الثاني. وكمان مناطق البارادوكس بتتوسع شويه بشويه، وعلى طول بيتم اخلاء السكان من المنطقه دي. في اللحظه دي بيظهر المدير ومعاه مجموعه جديده من اللوجيك ليست التابعين للمقر الرئيسي، وبيقول لفرونيكا دلوقتي انا هتولى القياده بنفسي. بيتوصل المدير مع يوشي وزمايله وبيقول لهم لازم تعرفوا ان هدفنا هو حمايه السكان، ولازم تحاولوا تقفلوا البوابات اللي فتحها لوسيفر وتقبضوا على كل الاجانب بسرعه. على طول يوشي بيروح يواجه اولجا، اما فرونيكا وباقي فريق اللوجيك ليست فكل واحد فيهم بيروح لاجنبي وبيفضل يحارب فيه بكل قوته على الرغم من قوه الاجانب. على الجانب الثاني بيكون المدير قاعد في المقر وبيشوف مهارات طلابه في القتال ضد الاجانب. وبعد حرب طويله ضد الاجانب تمت الاطاحه اخيرا ب5 من الاجانب دول، وما عادش فاضل غير اولجا اللي بيعتمد بشكل كبير على قوته ومهارات لوسيفر، واللي قوه البارادوكس بتاعه بتكون 9.8. بتفضل الحرب ما بين اولجا ويوشي مستمره لفتره اطول، وبدانا نشوف يوشي بيتعرض لضربات قويه جدا من اولجا لحد ما بيقع على الارض. بعد كده اولجا بيمسك يوشي من رقبته وبيقول له هي دي بقى قوتك. في اللحظه دي بتوصل فيرونيكا وعلى طول بتقول لاولجا احنا اتخلصنا من كل الاجانب وما عادش فاضل غيرك انت يا حبيبي.
بكده يوشي بيكون نجح في انه يعطل اولجا ويكسب بعض الوقت لحد ما زمايله يكونوا قضوا على بقيه الاجانب التانيين. فبيرد اولجا على يوشي وبيقول له على الرغم من خداعتك دي فانت برضه مش هتعرف تقفل البوابه ولا حتى قدرت تهزمني. فبتقول له فيرونيكا المره دي الموضوع مختلف يا اولجا عن المره اللي فاتت لاننا دلوقتي عندنا معلومات كافيه عنك. في الوقت ده بيكون المدير وباقي فريق اللوجيك ليست قاعدين في المقر وبيراقبوا كل اللي بيحصل. بنرجع ليوشي من جديد وعلى طول بنشوف اولجا بيوجه شويه ضربات ليوشي بس بينجح انه هو يصدهم باستخدام الدرع بتاعه. اما فيرونيكا فبترمي قنبله في اتجاه اولجا بس الغريب انها مش بتاثر فيه لان اولجا على طول بيستخدم رمحه السحري وبيجذب كل القنابل باتجاه العصايه وبيمتصها كلها. في اللحظه دي اسينا بتقول ليوشي خد بالك علشان احنا خسرنا جزء كبير من قوه الترانس. وفي اللحظه دي بيتكلم يوشي مع فيرونيكا وبتقول لها دلوقتي عرفت نقطه ضعف اولجا. لو لاحظت فهو بيستخدم الرمح بتاعه يا اما في الدفاع يا اما في الهجوم فعشان كده لازم يتم توجيه ضربه ليه وقت ما هو بيحاول يهاجم علشان ما يعرفش يدافع عن نفسه. بيبدا يوشي في تنفيذ الخطه وبيشد انتباه اولجا وفي اللحظه دي بيوجه قلبه ضربه ليوشي فبيستعمل فيرونيكا الفرصه وبترمي قنبله على اولجا ولكن بتحصل مفاجاه غير متوقعه وبنشوف اولجا بيطلع رمح من معاه وبكده بقى عنده القدره انه يهاجم ويدافع في نفس الوقت. في الوقت ده بيفقد يوشي قوه الترانس مع اسينا ولما بيجي اولجا يوجه ضربه ليه بتقف فيرونيكا قدام يوشي وبتتعرض لضربه قويه جدا وبتقع على الارض. بعد كده بيبص اولجا ليوشي وبيقول له دلوقتي عندك اختيارين مالهمش تالت يا اما تختار اليأس يا اما تختار الدمار. بيسيبهم اولجا وبيترمي المكان ونرجع بعد كده لمقر الكا وبنعرف ان جميع فروع المنظمه تمت السيطره عليها بواسطه الاجانب. ما عادش فاضل غير المكان اللي فيه المدير وبعد كده بيروح يوشي للمدير وبيقترح عليه خطه ممكن تنفع في الهجوم على اولجا فبيوافق المدير في النهايه وعلى طول من غير تضييع وقت بيشق يوشي طريقه لحد ما بيوصل لاولجا وعلى طول بيبعت يوشي الاشاره للمدير انه هيستعمل الاوفر ترانس وفعلا بتجيله الموافقه. بيبدا صراع قوي جدا ما بينهم وبتكون الغالبه لصالح يوشي في البدايه لحد ما بتحصل المفاجاه وبيستخدم اولجا قوه الاوفر ترانس هو كمان. بكده بتتساوى الكفه من جديد وبيبدا الظلام ينتشر في كل انحاء المدينه ودلوقتي احنا بنكون على اعتاب اقوى معركه في تاريخ اللوجيك. بعد كده بيستخدم يوشي قوه البارادوكس وبيشيل الظلام اللي موجود في المكان وبتبدا بعد كده صراع قوي جدا ما بينهم وبيوجه يوشي ضربات قويه جدا لاولجا. في اللحظه دي بيتضايق اولجا وبيقول ليوشي هو انت فاكر نفسك هتهزمني انت بتحلم يا حبيبي. على طول بيستخدم اولجا قوه اللوجيك الخاصه بيه وبيعمل بوابه من الظلام والبوابه دي بتشد يوشي لجواها وبتقفل البوابه. بعد كده بيقع يوشي على الارض وفي اللحظه دي بيبص اولجا ليوشي وبيقول له خلاص انت كده خسرت يا يوشي. على الجانب التاني بنشوف اصدقاء يوشي وبيقرروا ان هم يروحوا له على الرغم ان هم لسه ما استعدوش قوه القرانس بتاعتهم. في اللحظه دي بنشوف واحده من فريق المقر بتبص للمدير وبتقول له ما تخليهمش يروحوا هم لسه مش جاهزين للحرب. فبيرد عليها المدير وبيقول لها احنا ما عندناش حل تاني ولو اتهزمنا في الحرب دي مش هيكون لنا اي مستقبل. نرجع ليوشي واللي بيحاول يقوم من جديد وبيقول لاولجا لا يا اولجا الموضوع لسه ما خلصش هنا. فبيقول له اولجا ما عنديش مشكله انا هفضل احاربك لحد ما انت تزهق وعلى طول بيهجم على يوشي من تاني. في اللحظه دي بيوصل كل اعضاء اللوجيك ليست وبيقفوا قدام يوشي وعلى طول بيقول لهم اولجا وسعوا من قدامي والا هموتكم كلكم. ساعتها لوسيفر بيخاطب اولجا وبيقول له يلا قتلهم انت مستني ايه. فبيرد اولجا عليه وبيقول له الحرب دي بتكون ما بيني وما بين يوشي ودول ما لهمش دخل بالموضوع. وفي الوقت ده بيتضايق لوسيفر بيقع اولجا على الارض وبيقوم من جديد بس المره دي اللي بيتحكم فيه هو لوسيفر وعلى طول بيوجه ضربه قويه جدا لكل اللوجيك ليست اللي قدامه. وفي اللحظه دي بتقع فيرونيكا على الارض وده طبعا بعد ما وقفت قدام الضربه وصدتها عن بقيه اصحابها. بيقول اولجا لوسيفر انت بتتصرف لوحدك كده ليه. فبيرد عليه لوسيفر بيقول له مالك هتقلب ضدي ولا إيه انت كمان؟ لو انت رافض انك تحارب دلوقتي فانا اقدر احارب من غيرك. في اللحظه دي بيقعد اولجا يصرخ وتحس ان هو بيعاني بسبب لوسيفر وعلى طول اولجا بيرمي الرمح من ايده وبيقول للوسيفر الحرب دي ما بيني وما بين يوشي ومش اي حد تاني. بعد كده يوشي بيقول لاولجا انا كنت متوقع ان احنا في يوم من الايام هنحارب جنب بعض وعمري ما تخيلت ان انا ممكن احاربك. بيستمر القتال ما بينهم من تاني واللي بيكون قوي جدا وبيفضل يوشي يوجه له ضربات كتير جدا فبيتضايق اولجا وبيمسك يوشي وعايز يوجه له الضربه القاضيه. بس في اللحظه الاخيره بيفقد اولجا قوه الترانس بتاعته وعلى طول بيفعل يوشي درع الحمايه وبينجح انه يحمي اولجا قبل ما يفقد حياته للابد. وهنا بتكون نهايه الحرب الحقيقيه ولوسيفر اتقبض عليه واتحبس والاجانب خلاص اتشالوا من السكه والبوابه اتقفلت ورجعت الدنيا زي الاول من تاني. اما اولجا فرجع لطبيعته من جديد بس دلوقتي مع بطاقه اللوجيك بتاعه لوسيفر وبكده بقى بيمتلك كل قوته. اما يوشي فبعد الحرب الاخيره فقد بطاقه اللوجيك بتاعته والحظ النحس ان البطاقه دي كانت مسؤوله عن ذكرياته تماما. دلوقتي ما عادش عارف اي حاجه في اي حاجه ويوشي صحيح خسر جزء من ذكرياته بس اللي كسبه كان اكتر بكتير. كسب الصداقات وكسب القوه الحقيقيه وكسب انه بيفضل واقف رغم كل حاجه حصلت له. اما اولجا فبعد ما رجع لطبيعته بقى معاه قوه لوسيفر بدا طريق جديد وطريق يمكن يغير مصيره للابد. وبكده يا صديقي الصدوق الانمي بتاعنا يكون خلص وسايب لنا رساله مهمه جدا هي ان الحرب ممكن تسيب جروح بس الاراده والامل هم اللي هيخلوا الناس ممكن تكمل. فلو عجبك الانمي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان تشوفني تاني وصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم. اشوفكم الفيديو الجاي وسلام.